السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معكم اسماء الجندي، والنهاردة هنعمل طاجن رز معمر جنبه لحمة مسلوقة والسلطة البلدي بتاعتنا. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة لكل اللي بتخاف تعمل الرز المعمر. تعالي النهاردة هنتكلم عن تفاصيل صغيرة جدا بس هتنجح معاكي طاجن الرز المعمر او صينية الرز المعمر. هي نفس التفاصيل واحدة، سوا سواتيه في صينية او في طاجن، هي التفاصيل واحدة يا جماعة، والمقدار هيبقى واحد. هنتكلم بطريقة بسيطة جدا ومبسطة، هيطلع معاكي أحلى طاجن رز معمر. تمام. وطبعا يا جماعة ناس بتسميه الرز المعمر والرز المدسوس، احنا بنسميه الرز المعمر. بتاكلي جنب الرز المعمر ده ايه؟ بتاكلي جنبه ممكن تسلقي لحمة كده وشوربتها كمان جنبها، وسلطة بلدي ومخلل، او ممكن تاكليه بسلطة بلدي ومخلل وشوية بطاطس محمرة، او ممكن تعملي جنبه كمان في الفرن طاجن كده لحمة بالبصل. هيطلع معاكي في كل حال من الأحوال حاجة اللهم بارك طعمها في منتهى الجمال. أول حاجة كده يا جماعة، أنا النهاردة هعمل الرز المعمر وجنبه لحمة مسلوقة. تعالوا نبتدي على طول نسلق اللحمة كده. معايا مية مغلية على النار، هنزل بكمية اللحمة. وطبعا أنا ما بشوحش اللحمة خالص يا جماعة، أنا بغلي المية كده وتكون مغلية علشان أول ما أنزل باللحمة تسد المسام بتاعتها. تمام. معايا بقى المطيبات بتاعة الشوربة بتاعتي، معايا بصلاية وكمان قطاية، ورق لورا، وكمان قرفة وحبهان، ولو في جزراية ورشة سكر، ونسيبها تغلي أول غلوة. ولو ظهر عليها أي ريم نشيل الريم يا جماعة. وكمان نهدي النار ونسيبها تستوي على نار هادية، وبعد ما تستوي نشيلها من الشوربة عشان طعمها ما يغيرش. تعالوا بقى نعاير المعيار المظبوط للرز المعمر. سواء هتسويه في صينية أو في طاجن يا جماعة، بتسيبي مقدار عقلتين من صباعك. اعملي حساب الزيادة بعد الغسيل وكمان بعد السوا يا جماعة. يبقى ده هو المعيار المظبوط. انا مش هقول بمعيار بكيلو واقول لك كل كيلو هياخد قد ايه. تمام. انا هقول لك المعيار بالويم كده، وهو دوت نجاح الرز المعمر. بتسيبي في سوا في صينيه او في طاجن مقدار عقلتين من الصباع. تمام. ده معيار الرز. تعالوا بقى نضيف السمنه بتاعتنا يا جماعه. طبعا انا هضيف زبده زي ما هي طريه كده يا جماعه. لو عندك سمنه انت مسيحاها عادي مفيش اي مشكله، اي نوع ماده دهنيه انت حباها. تمام. طبعا همسك بقى كده، بقى هغلف كل حبات الرز معايا بالزبده اللي معايا لحد ايه ما كل الحبات الرز كلها تتغلف، علشان يطلع معايا كده شارب من الزبده اللي معايا ومفلفل وواخد طعم واحد، ويطلع في منتهى الجمال طعمه حلو قوي. تمام. طبعا هفكك كل الزبده لاني كنت لسه مطلعاها من التلاجة، واغلب بها حبات الرز زي ما انتم شايفين كده. وهضيف الملح يا جماعه معلقه صغيره جدا، لان طبعا الرز المعمر منه ضايفين ليه لبن بيتاثر بالملح على طول وممكن يحدق معاكي، يبقى معلقه صغيره طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. تمام. انا عامله كده كيلو وربع رز يا جماعه، ضفت له كيلو ونص من اللبن. تمام. واللبن يكون بقى طبعا سخن زي ما انتم شايفين اول ما نزل كده. طبعا على طول الزبده ساحت معاه. وطبعا لو عندك قشطه بلدي هتضيفها على الوش. بس القشطه يا جماعه لازمتها ان هي بتطري كمان الرز معانا يبقى طري كده مش ناشف. وطبعا انا مستعمله زبده طريه يعني لسه نسبه الميه فيها زيها زي القشطه. وطبعا هياخد وش يا جماعه من اللبن، واهم حاجه يكون اللبن معانا كامل الدسم زي ما انتم شايفينه كده. الجوانب بتاعه الفرن انا مسويه فرن في بلدي، الجوانب بتاعته عاليه شويه، بس القعر بتاع الفرن ايه متوسط في الحراره. تمام. طبعا انا بقى سبته كده غلي، وبقى طبعا وطيت عليه بعد ما غلي يا جماعه. وتعالوا بقى ايه، بعد ما اللحمه اتسلقت معانا كده نشوحها في معلقه زبده، ودي احسن نتيجه للحمه المسلوقه. انا زي ما قلت لكم اللي انا ما بشوحش اللحمه خالص يا جماعه. في قبل ما بسلقها انا بشوحها كده في معلقه زبده تاخد طعم حلو بعد السليق. تمام. وزي ما قلت لك بعد ما تخلصيها سليق ما تسيبهاش في الشوربه، لان طعمها بجد بيغير، ما بيديش طعم حلو بعد كده. شيلها من الشوربه وصفها من الشوربه تماما. وقت التقديم روحي جايبه معلقه سمنه بلدي كده وشوحيها فيها. ادي الرز استوى معانا يا جماعه، وبعد ما يطلع من الفرن غطيه كده بغطا علشان يحن مع بعض كده ويفضل طري وطعمه حلو. طبعا الوش مش محروق، الوش واخد من الزبده بتاعتنا اللهم بارك، طالع معاكي مفلفل وطعمه في منتهى الجمال. اهم حاجه تظبطي زي ما قلت لك الرز، وتظبطي معيار اللبن بتاعك مظبوط. تمام. انا طبعا الطاجن ده يا جماعه خد كيلو وربع رز، ضفت له كيلو ونص من اللبن. وتكوني نقع الرز يا جماعه لمده ربع ساعه علشان تفضل حبات الرز محتفظه بالسوائل، وتفضل تمد من نفسها كده بالسوائل طول ما هي بتستوي. تمام. وما تنقعوش في اللبن، وما تتوقفيش على اي ماده دهنيه متاحه عندك، ممكن تعملي احلى رز. بدلها تضيفي اللبن هيديكي برضو نتيجه ممتازه. والقشطه يا جماعه ما انتش ملزمه انك تضيفي قشطه، هو كده كده اللبن فيه قشطه وهيعمل لك وش الجميل اللي انت شايفاه ده.
تمام. طبعا انت لو بتسويه في الفرن العادي بتاعك طبعا هتشغلي الشوايه علشان ياخد الوش ده. مجرد ما خد الوش ده اطفي بقى الجوانب او اطفي الشوايه خالص، وهدي النار مجرد ما يشرب وسيبيه يستوي براحته خالص، وبعد كده تغطيه. التغطيه دي بتفرق ان هو بقى بيحن مع بعضه كده ويفضل طري ومفلفل معاكي زي ما انت شايفاه. وزي ما قلت لك بقى بتكليب اي حاجه متاحه عندك. تمام. وهو ده الرز يا جماعه. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.